حي على الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل إلينا القرآن وهدانا للإيمان. الحمد لله أرسل إلينا النبي العدنان خير الأنام عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أنعمنا بالمرابطة في أرض الإسراء والمعراج التي هي أمانة في أعناقنا جميعا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام، واكلأنا بعنايتك في الليل والنهار، في الصحارى والآجام. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا نبي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ويقول عز وجل في السورة نفسها: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ويقول رب العالمين في سورة آل عمران: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويقول رب العزة في سورة النساء: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ويقول تبارك وتعالى في السورة نفسها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أيها المصلون، أيها المرابطون، لا تزال سلطات الاحتلال تقاتلنا من أجل الأرض. ليس هذا في هذه الأيام محل، وإنما منذ القرن 12 والقرن
القرن السادس عشر والقرن الماضي وفي هذا القرن، منذ أن عرض هتلر زعيم الصهيونية على السلطان عبد الحميد بأن يهاجر اليهود إلى فلسطين وأن يبنوا لهم مستعمرات في فلسطين، وكان رفضه كما تعلمون رفضا إيمانيا. وتكرر العرض على السلطان عبد الحميد مرارا، ولكن كان يرفض ويرفض إلى أن تآمروا عليه، وحصلت ثم الحرب العالمية الأولى وصدر وعد بلفور. من هنا جاءت المصائب تترى على أهل فلسطين، وما نسمع في كل يوم من مصادرة للأراضي وإقامة المستوطنات السرطانية عليها. وهذا العمل وهذا الإجراء وهذا القرار هو قرار باطل تعسفي، وجاء دور إكمال الأراضي التي تخص أهالي العيسوية الكرام بمصادرة 740 دنما على جبل المشارف، بالإضافة إلى حصار العيسوية والطور في الشوارع الالتفافية. كل ذلك من أجل إضعاف وجودنا في هذه الأرض المباركة. ونحن نحيي أهلنا في العيسوية على ثباتهم وعلى تمسكهم بأراضيهم، ولا بد من وقفة إيمانية جماعية. وما دام أهل القانون ينصحون بالاعتراض فلا مانع شرعا من أن نعترض وأن نرفع صوتنا عاليا بربطنا بهذا المشروع. وهذه الأرض هي أرض إسلامية، هي تخص الجميع، ليس لأهل العيسوية وحدهم بل لأهل فلسطين ولكل مسلم. فمن يستطيع أن يعترض فيجب عليه أن يعترض وأن يسجل اعتراضه ليقال في التاريخ وليقال في العالم بأن أهل فلسطين يرفضون الاستيلاء على أراضيهم، إنهم متمسكون بأراضيهم. وهذا امتحان جديد لأهالي العيسوية ولأهالي الدور في أن يعلنوا موقفهم الواضح والصريح لرفضهم لهذه المصادرات ولرفضهم لإقامة أي مستوطنة على أراضيهم. أيها المصلون، إن مصادرة الأراضي هي حرب شاملة على أهل فلسطين، ليس فقط على أهالي العيسوية. هناك مصادرات في مناطق الضفة الغربية وفي أيضا مناطق 48. كل ذلك حتى ترتفع نسبة الأراضي التي في حوزة الاحتلال وتخفيض نسبة الأراضي التي هي في حوزة أهل فلسطين الأصليين المرافقين. كذلك هناك حرب ديموغرافية سكانية، بحيث يقل عدد سكان أهل فلسطين إلى نسبة 12% أو 10% لارتفاع نسبة عدد اليهود في فلسطين. وهذه أيضا معركة خطيرة تشمل الناس، تشمل المواطنين. ومع ذلك فإن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم قد تحققت في هذه الأيام بأن زاد عدد أهل بيت المقدس 4 أضعاف. كان عدد سكان القدس في عام 1967 كان عددهم 70,000 فقط، والآن زاد عن 300,000. هذه من نبوءاته عليه الصلاة والسلام بقوله حينما سأله الصحابي ذو الأصابع قال: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. أو عفوا قال عليه الصلاة والسلام:
بالأصابع للرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن ابتلينا بالبقاء بعدك، إن ابتلينا بالبقاء بعدك فأين تأمرنا؟ قال: عليك ببيت المقدس، لعل الله يرزقك ذرية تهدو إليه وتروح. إذا عليه الصلاة والسلام يأمر المسلمين إذا حل بهم مصيبة أو قارعة عليهم أن يتوجهوا إلى بيت المقدس، فالله يبارك في ذريتهم. أما ميمونة رضي الله عنها فقد سألت الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبت منه: أفتنا في بيت المقدس. قال: ائتوه فصلوا فيه، فإن لم تصلوا فيه فابعثوا زيتا يسرج في قناديله. فهناك أمر من الرسول عليه السلام بالتوجه إلى بيت المقدس والسكن، وهذا ما حدث بعدد كبير من الصحابة الكرام أن رابطوا في هذه المدينة وما حولها. وتعلمون أن قبر شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما مدفونان في مقبرة باب الرحمة المجاورة للمسجد الأقصى المبارك. وكذلك عبد الرحمن بن غنيم صاحب الجبل المشهور جبل أبو غنيم أيضا كان هناك معتكفا. وعدد كبير من الصحابة والتابعين أيضا كان يأتي إلى هذه المدينة. وكان الصحابي المشهور عبد الله بن عباس يأتي إلى القدس من أجل أن يحرم للحج أو للعمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى غفر له ما تقدم من ذنبه. فأيها الإخوة الكرام، مدينة القدس لها اعتبارها العقدي الإيماني الديني في نفوس المسلمين عبر التاريخ، فهذه أمانة في أعناقنا، علينا أن نحافظ عليها ضمن إمكاناتنا وأن لا نفرط فيها. فالله سبحانه وتعالى سيسأل كل إنسان كان حاكما أو محكوما، كان مؤسسة أو أفراد، سيسألهم عن تقصيرهم وتفريطهم في مدينة القدس. أيها المصلون، والمقدسات لم تسلم من اعتداءات الاحتلال، سواء ما له علاقة في المسجد الأقصى المبارك أو في المساجد في القدس، وأيضا في مناطق الضفة الغربية ومناطق 48، وإن صح التعبير المقدسات بشكل عام في فلسطين. ففي المسجد الأقصى ركب الاحتلال مؤخرا كاميرات للمراقبة ثبتت على باب المغاربة من الداخل لمراقبة المصلين وتحركاتهم، وهذا تدخل في الشؤون الدينية ويتعارض مع عبادة المسلمين. وأين حرية العبادة والمسلم يراقب من قبل الاحتلال؟ أيضا وزع الجيش الإسرائيلي خارطة للأقصى، وقد مسح منها صورة الصخرة المشرفة، وهذا اعتداء جديد. هذا يدل على الأطماع وأنهم يعبثون بموضوع الأقصى. ونسأل ما لهم في الأقصى؟ إن الأقصى للمسلمين وحدهم. إن الأقصى قد قرر الله سبحانه وتعالى إسلاميته منذ معجزة الإسراء والمعراج، فارتباطنا نحن المسلمين في هذا المسجد هو ارتباط عقيدة وإيمان. وحصل أيها الإخوة عدة اعتداءات على المساجد، منها مسجد عكاشة في القدس الغربية. كذلك منع إكمال بناء مسجد في رأس العمود، وحرق أخيرا مسجد في قرية جاليسيا منطقة نابلس وسلفيد. وهكذا فالمساجد معرضة للحرق
وأن مسجد بئر السبع المشهور الكبير قد حول إلى متحف، ولا تزال معالم المسجد قائمة منذ عام 1948. هذه الاعتداءات المتكررة يقصد منها أن نبتعد عن ديننا، وهذا مقصد فاشل ومقصد هابط. بالعكس، إن المسلمين يزدادون تمسكا بمقدساتهم ومساجدهم، يتمسكون بدينهم الذي هو منجاة لهم في الدنيا والآخرة. ونحن كمسلمين نعاهد الله سبحانه وتعالى أن نبقى متمسكين بمقدساتنا، متمسكين بأرضنا، متمسكين بحقوقنا الشرعية، ليأذن الله بالفرج وليقضي الله أمرا كان مفعولا. جاء في الحديث الشريف: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المصلون، أتناول في هذه الخطبة موضوع الأذان. الأذان الذي رفع في فلسطين، الأذان الذي رفع في فلسطين منذ القرن الخامس عشر، الأذان الذي رفعه بلال بن رباح رضي الله عنه، مؤذن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، رفعه في جنبات المسجد الأقصى المبارك. هذا الأذان الذي دوى في سماء فلسطين وفي سماء القدس وفي سماء الأقصى، ومنذ ذلك التاريخ والأذان يرفع. وتعلمون قصة بلال بن رباح رضي الله عنه. لقد توقف بلال عن رفع الأذان حينما انتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى في السنة 10 للهجرة، وبقي ممتنعا عن رفع الأذان حزنا على فراق حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام حتى السنة 15، أي بقي 5 سنوات لم يؤذن مطلقا، حتى جاء فتح بيت المقدس في السنة 15. فطلب الصحابة من بلال أن يرفع الأذان فاعتذر، فتوجه الصحابة في جنبات الأقصى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقالوا: يا أمير المؤمنين، أؤمر بلالا بأن يرفع الأذان. فأصدر عمر كأمير للمؤمنين أمره إلى بلال، فلم يستطع بلال أن يمتنع عن رفع الأذان لأنه أمر من أمير المؤمنين. فرفع بلال الأذان في جنبات المسجد الأقصى المبارك، وما أن قال بلال: الله أكبر الله أكبر، إذ الصحابة يبكون لأنهم تذكروا حبيبهم محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الأذان الذي هو شعيرة من شعائر الإسلام، والذي هو نداء للصلاة، هذا الأذان يحاول الاحتلال أن يتحكم به أو يحاول منعه في الريف الفلسطيني وفي القرى، لأنه كما يزعمون يزعجهم. من جاء قبل الثاني؟ من يزعج الآخر؟ الطائرات والقنابل والدبابات ألا تزعج؟ ثم الذي ينزعج يمكنه أن يرحل من حيث أسلم،
أما الأذان سيبقى مرتفعا في أنحاء فلسطين من البحر إلى النهر إن شاء الله. أيها المصلون، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمسلم لا يقبل الذلة والإهانة، إنه كريم بكرامة هذا الدين العظيم وعزيز بعزة هذا الدين العظيم. أيها المصلون، الساعة ساعة استجابة، فأمنوا من بعدي. اللهم آمنا في أوطاننا وفرج الكرب عنا. اللهم احمل مسجد الأقصى من كل سوء. اللهم أجب من يوحد المسلمين ويحذو حذو صلاح الدين. اللهم اجعل الأمة الإسلامية في كفالتك واهدها للعمل بكتابك. اللهم ارحم شهداءنا وشاف جرحانا وأصلح سراح أسرانا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة، توبة قبل الممات، وراحة عند الممات، ورحمة ومغفرة بعد الممات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأقم الصلاة إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. ومن يرغب الجمع العصر بعد صلاة الجمعة فيتبعنا إن شاء الله. من يرغب